السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناتي عالم إسراء DIY. في الفيديو ده هنعمل مع بعض فكرة سهلة جدا مش هتاخد مننا أي وقت، وبما إننا داخلين على دراسة ملقتش ألطف ولا أسهل من منظم الأقلام ده. هنعمل مع بعض منظم أقلام كيوت على شكل بطاطيت من صلصال الفوم. فكرته سهلة وممتعة وهتغير شكل مكتبك في دقايق. الأدوات اللي هنحتاجها صلصال فوم باللون الأصفر واللون الأورنج، وكمان هنحتاج كوباية بلاستيك بالشكل ده، وكمان هنحتاج غير أبيض، وهنحتاج قطر أو مقص، وهنحتاج لقلم ماركر أسود وأحمر عشان نعمل تفاصيل الوش. ودي كل الأدوات ويلا بينا نبدأ. وأول حاجة هنجيب الكوباية البلاستيك دي كده، وبالقلم الماركر اللي باللون الأسود هنحدد الجزء اللي فوق ده اللي احنا عايزين نقصه بالشكل ده. باجيب كده القلم وببتدي ان انا ألف كده بالراحة لحد ما أحدد الشكل اللي انا عايزة أقصه بالشكل ده كده، وبالقطر هبتدي ان انا أقصه بالشكل ده. ده كده بقى شكلها. هاشيل بقى الجزء اللي أنا مش محتاجاه ده كده على جنب، وهاحط الكوباية كده عشان أجيب بقى صلصال الفوم اللي باللون الأصفر. هاجيب بقى كده الباكت بتاع صلصال الفوم، وهاطلع كل الصلصال اللي جوه الباكت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابدأ ان انا اعجن بقى صلصال الفوم اللي باللون الأصفر ده كويس لحد ما يبقى كده طري وسهل التشكيل. دي أهم خطوة عشان النتيجة تطلع ناعمة وجميلة. هابدأ بقى ان انا أكور كده، هاعمل كده كور صغيرة كتيرة بشكل عشوائي من صلصال الفوم الأصفر، يعني واحدة كبيرة واحدة صغيرة أو على حسب اللي انتوا عايزينه مقاس واحد أو لأ. بعد كده بقى أجيب الغيرة الأبيض وأحط نقطة غيرة صغيرة كده وألزقها على الكوباية بالشكل ده، وبأي حاجة مسطحة عندي كده هابدأ إن أنا أساوي الشكل كده على الكوباية. كل مرة بقى هابتدي إن أنا أحط نقطة كده من الغيرة الأبيض وأحط كده الكورة بتاعة صلصال الفوم، وأبتدي إن أنا أبططها كده بأي حاجة مسطحة معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنكمل بقى بنفس الطريقة لحد ما نغطي الكوباية كلها، وكأننا بنعمل عيلة بطاطيت كده حوالين الكوباية. كل اللي علينا ان احنا بنحط كده نقطة من الغيرة اللي باللون الأبيض، وبعد كده بنحط الكرة بتاعة الفوم باللون الأصفر ده كده، وبنبتدي ان احنا نبططها كده بأي حاجة مسطحة معانا علشان تتفرد كده معانا بشكل حلو ومتساوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وده كده بقى شكلها بعد ما سبتها ساعتين تنشف. ده بقى كده شكلها بقت صلبة كده شوية. هبدأ بقى ان انا اجيب الصلصال الفوم اللي هو باللون الاورنج ده كده واعمل كور صغيرة، وبأي أداة تشكيل رفيعة اضغطها كده على الشكل علشان تديني شكل منقار البطة بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بعمل كده كور صغيرة كتير، وببتدي ان انا اجيب بقى كده المقلمة بتاعتي وبأي أداة كده، وابتدي ان انا احط كده الكور دي على الوش بتاع البطة بالشكل ده، وابتدي ان انا اضغطها من النص كده عشان تدي شكل المنقار زي ما انتوا. ترى وده بقى شكلها بعد ما كملنا كده منقار البطة على كل الأشكال بتاعة البطاطيت اللي موجودة على المقلمة.